السلام عليكم ورحمة الله وبركاته حبايبي. يسعد لي أوقاتكم بكل خير، وإن شاء الله تكونوا بألف خير وصحة وعافية. اليوم وصفتنا راح تكون سباجيتي بالصوص الأحمر مع الخضار والجبن. تابعوني لتشوفوا الوصفة كاملة على صفحتي على اليوتيوب. لا تنسوني حبايبي من الشير واللايك والكومنت، وأنا بكبر فيكن. وهي حبايبي مكونات الاسباجيتي مثل ما لكم شايفين أمامكم. رح نحتاج لسباجيتي طويلة ولحم مفروم ناعم، بالإضافة لفلفل ملون وبصل وثوم وبندورة وجبن. والبهارات فلفل أبيض، فلفل أسود، قرفة، بابريكا حلوة، ملح، بودرة الثوم، بودرة البصل، وأوريغانو وريحان. هاي هي كل المكونات حبايبي مثل ما لكم شايفين. أكلة بسيطة وسهلة، وصدقوني رح يحبوها الكبار والصغار. وهلأ أول شي حطينا معلقة سمنة، نستناها لتذوب شوي، وبعدها ننزل اللحم المفروم ناعم. وهون ببلش أحرك اللحمة لين تستوي وتبلش تاخد لون. وبس استوت اللحمة راح ننزل البصل مع الثوم، بعدها الفلفل الملون. طبعا أنا متوفر عندي كان الفلفل الأخضر والأصفر، اللي عنده أحمر أحلى وأحلى. بعدها آخر شي البندورة. طبعا لا تحلو أجواء الطبخ إلا مع أجواء القهوة. هون أنا عملت فنجان قهوة وشغلت شمعة، ويا سلام على الرواق. تفضلوا حبايبي اشربوا معي قهوة. ومين مثلي بحب القهوة؟ يا سلام على الرواق والطبخ، والله ما في أحلى منه. وهلا حبايبي اللحمة بلشت تاخد استواء، بضل بحركها لمين ما تستوي. شوفوا حبايبي هون استوت اللحمة استواء كامل. هلا أول شي رح ننزل مثل ما خبرتكم البصل مع الثوم مثل ما لكم شايفين. أول شي نزلت البصل مع الثوم لين يدبل البصل شوي، بعدها أنزل الفلفل الأخضر والأصفر. طبعا اللي عنده فلفل ملون تطلع ألوان غير شكل وطعم غير شكل. وهلا حبايبي أحرك فيهم لين يدبل البصل شوي. بس دبل البصل بنزل الفليفلة الملونة. وهلا حبايبي راح أنزل الفليفلة الملونة وأحركهم. بس دبلت الفليفلة راح نزل باقي المكونات. وهون أحركهم كلهم مع بعض لحتى تدبل الفليفلة. وهلا حبايبي راح ننزل البهارات على اللحمة والفلفل والثوم والبصل. طبعا أنا حطيت بابريكا حلوة، اللي يحب السبايسي أو الحد فيه بإمكانه يحط بابريكا حدة، بس اللي عنده أطفال يفضل تكون بابريكا حلوة. ويا سلام بلشت تطلع الروايح البهارات مع اللحمة مع البصل مع الثوم، والله ولا أطيب. لا تنسوني حبايبي من المتابعة والشير واللايك والكومنت. وهلأ حبايبي هون رح نزل معلقة معجون دبس الفليفلة. طبعا اللي بحب تكون الاسباجيتي حدة بإمكانه يحط معجون دبس الفليفلة حد، بس أنا حطيتها حلوة. وأحركهم منيح لين تختلط كل المكونات.
والله هالوصفة بحبوها الكبار والصغار، والله ولا أطيب. وهون حبايبي بعد ما اختلطت المكونات كلها مع بعض راح نزل البندورة وأخلطهم منيح لين البندورة شوي تاخد استواء. وهون شوفولي الألوان، البندورة مع الفلفل الملون مع البصل واللحم والثوم وروايح البهارات، والله ولا أطيب. عملوها وجربوا وصفاتي من مطبخي. وهلا حبايبي رح نزل معلقة معجون الطماطم أو معجون البندورة وأحركهم منيح لين تختلط كل المكونات. وهلا حبايبي راح نبتدي بسلق الاسباجيتي. أنا حطيت مي على النار، بحط معلقة زيت نباتي مثل ما انكم شايفين، وبحط معلقة صغيرة تقريبا ملح مثل ما انكم شايفين. وهون بلشت المي تغلي، راح نزل عليها الاسباجيتي. ومعلومة مهمة حبايبي، بس استوت الاسباجيتي راح احطها بمصفاي واغسلها بالمي، وبعدين احط عليها معلقة زيت نباتي عشان ما تلزق الاسباجيتي. وهون حبايبي اللحم مع الخضرة مع الثوم والبصل حطيت عليهم كاسة من مية سلق الاسباجيتي، تعطي طعم ولا أطيب. وأخليهم دقايق بس يتسبكوا، تتسبك كل المكونات مع بعض تقريبا يعني 5 دقايق. شوفوا كيف بلشت تتسبك. وهون أنزل الاسباجيتي على دفعات. وهلأ الاسباجيتي صارت جاهزة. شوفوا كيف، والله الاسباجيتي ولا ملزقة، والطعم والريحة والله خيال خيال. عملوها مثل ما أنا عملتها بالضبط. شوفوا كيف المكونات كلها مختلطة مع بعض، اللحم مع البصل مع الثوم مع الفلفل الملون، والله ولا أطيب. وهلأ رح نصبها بصحن، والريحة والله خيال خيال ولا أطيب. رح نصبها وندوق. أنا حطيت على الوش جبن موتزاريلا، اللي يحب يحط، ورشة ريحان تعطي طعم ونكهة والله ولا أطيب. جربوها وما رح تندموا. شوفوا كيف، شوفوا كيف المنظر. وهلا رح ندوق. شوفوا كيف الاسباجيتي ولا ملزقة. اتبعوا الخطوات ورح أكيد رح تدعولي، والله ولا أطيب. تفضلوا حبايبي. وهيك حبايبي كانت وصفتنا لليوم. بتمنى تتابعوني وتعملوا لي لايك وشير ومتابعة لتشوفوا كل وصفاتي. إن شاء الله تكونوا حبيتوا الفيديو، وبشوفكم أكيد بوصفات تانية. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.